السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك. رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد موت السيدة خديجة وأبو طالب. اشتد الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقرر أن يسيب مكة ويذهب إلى الطائف عله يجد اللي يسمع منه الرسالة بتاعته. كان الإيذاء اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لدرجة أنه هو ماشي في الأسواق كانت تتناثر التراب عليه من فوق رأسه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيته فتنظف رأسه السيدة فاطمة وهي تبكي وتقول له: ما هذا الذي أرى يا أبتاه؟ فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: لا تبكي يا بنية، إن الله مانع أبتاك. هو ده نداء الحق والثبات على العقيدة. قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من مكة ويروح للطائف. بس السؤال هنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم وصل للطائف ازاي؟ وازاي قدر يقطع كل المسافة دي؟ هل مشي ولا هل ركب بعير؟ لان زي ما احنا عارفين ان المسافة بين الطائف ومكة 85 كيلو متر. سار النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه الشريفة حتى وصل من مكة الى الطائف. بس لما وصل للطائف هل وجد فيها أحد يسمع إلى الدين الجديد؟ هل هم كانوا أفضل من مكة في الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والله هم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا عنيفا. وكيف يقبلون دعوته وعندهم الصنم بتاعهم اللات اللي الناس كانت بتزوره في الصيف وبتستفيد ثقيف من الرحلات دي؟ فلو دخلوا في الدين الإسلامي مش هيبقى فيه اللات ومش هيبقى فيه عبادة الأصنام ومش هيبقى فيه الرحلات اللي بتجيلهم علشان الصنم بتاعهم اللات، لأن هم عارفين إن الدين الإسلامي فيه مساواة وفيه عدل ومفيش أصنام ومفيش عبادة غير ربنا سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقش وفضل في دعوته لمدة 10 أيام في الطائف. فضل يروح للمنزل ده ويروح البيت ده ويخبط عليه ويدعو للدين الإسلامي، ولكن لا حياة لمن تنادي. فلما لقى النبي صلى الله عليه وسلم منهم الاستهزاء والطرد طلب منهم ان هم ما يبلغوش مكة بان هو جه الطائف. ولكن شوف اللي حصل. تخلت الطائف عن أبسط خلق من أخلاق العرب وإن هم يكرموا الضيف الغريب. عارف عملوا إيه؟ ده بعتوا رسول منهم إن هو يبلغ مكة بكل اللي حصل في الرسول في الطائف. وما اكتفوش بكده بس، تخلوا عن مكارم أخلاق العرب تماما وسلطوا عليه السفهاء والأطفال بتوعهم إن هم يجروا وراه ويرموه بالحجارة. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يجري منهم حتى شج رأس زيد بن حارثة وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفضلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى التجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان عتبة وشيبة ابني ربيعة. وتخيل بعد ما التجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان عتبة وشيبة ابني ربيعة، إيه اللي حصل؟ هل دعا عليهم؟ هل قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا زي ما دعاها قبل كده سيدنا نوح؟ لا والله، ما قالش كده خالص. تعال نسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله وهو جوه البستان. قال إيه؟ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علي غضبك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. شوف دعاء النبي اللي وصفه ربنا سبحانه وتعالى وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما طلبش من ربنا سبحانه وتعالى إنه ينتقم منهم ولا حاجة، ده كان كل خوفه إن ربنا سبحانه وتعالى يكون غضبان عليه. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. ولما رآه شيبة وعتبة ابني ربيعة حنى عليه وبعتم للغلام بتاعهم وكان اسمه عداس، وكان معاه طبق فيه عنب علشان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده وأخذ منه قطعة قال: بسم الله. فقال عداس:
ما هذه لغة البلد؟ يعني دي مش اللغة بتاعت البلد اللي بيتكلموا بيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين البلاد أنت يا عداس وما هو دينك؟ قال عداس: أنا نصراني وأنا من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلد يونس بن متى. فقال عداس: تعرف منين يونس بن متى؟ قال له: هذا أخي كان نبي وأنا نبي. فأخذ يقبل النبي صلى الله عليه وسلم من يده وقدمه، لحد ما عتبة وشيبة بن الربيعة استغربوا هما الاثنين، وكانوا الاثنين من ألد أعداء الإسلام، وكانوا قبل كده راحوا لأبا طالب علشان يحولوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في الوقت ده حنوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فخافوا وقال اخوه هيقلب عداس علينا. ولما رجع لهم عداس قالوا له: هو في ايه اللي بيحصل؟ انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم: والله هذا خير من مشى على الارض وما فيها، والله ما يقول الا كلام الانبياء. وشاهد عداس بالرساله ودخل في الاسلام لقول ربنا سبحانه وتعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد كده نزل أمين الوحي جبريل مع ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأرسلني إليك لتأمرني ما شئت فيهم. والله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة قال: لا يا ملك الجبال، ولكن أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص لنفسه قط، ولكن كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وكيف وهو الرحمة المهداة والنعمة المزداة. وما خرج عليهم إلا لأنه يعلم أنه سيخرج من هذه الأصلاب ربيعا قادما وأملا يشرق كالشمس. فصلوا على من قال: أمتي أمتي.